كان يا مكان في ولد اسمه ياسين، ولد شقي وذكي، بس عنده مشكلة صغيرة، ما بيحبش ينام بدري. كل يوم يسهر قدام التابلت لحد ما الليلة دي حصلت حاجة عمره ما كان يتوقعها. فجأة سرير ياسين اتحرك، نور غريب مالي الأوضة، وقطر جميل لونه بنفسجي ظهر. القطر بص لياسين وقال له: أنا لونا، قطر الأحلام. خرج من القطر واحد صغير كده اسمه القائد سحسوح، وقال لياسين: يا بطل، القطر بتاع الأحلام اتأخر الفترة دي وانت السبب. سحسوح قال لياسين: كل ما طفل يسهر نور القطر يضعف، واحنا ما نقدرش نتحرك غير لما الأطفال يناموا بدري. ياسين بص للقطر وقال: يا خبر، ده أنا مأخركم. ياسين ركب القطر، وفجأة بقى في السما شاف نجوم بترقص وكواكب بتلمع، حاجة ما حصلتش، وقال: ياه، ده عالم جميل قوي. لكن فجأة القطر تعب، أنواره طفت شوية، وسحسح قال لياسين: شايف، لما تسهر أنا ولونا بنتعب. ياسين اتكسف وقال لسحسوح: حقكوا عليا، من النهاردة هنام بدري. ياسين رجع أوضته، والصبح جه، ومن اليوم ده بقى ينام بدري علشان يساعد قطر الأحلام يوصل لكل الأطفال. والعبرة، النوم مش بس راحة، ده بوابة لعالم جميل مستنيك كل ليلة. لو عجبتكم القصة يا أصدقائي، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تتفرجوا على قصص جديدة كتير. مع السلامة.